طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو ده والكام فيديو جايين مهمين جدا 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 جدا. اتمنى من حضرتك ان انت تحرص ان انت تفهم الحاجات اللي انا بقولها دي، بقولها ليه وبعملها ليه. مش مجرد ان انت بتطبق ورايا او بتعمل الحاجه اللي انا بعملها وخلاص، لا، انا عايزك تعرف وتفهم انا بعمل ده ليه. انت فاهم؟ انا في كل فيديو بحاول اوضح انا بعمل ده ليه، او لجأت ان انا اروح للموديل ليه او استخدم الموديل ليه. فبظهر معاك المشكله الاول وبعد كده بوريك الحل، بحيث ان انت تبقى فاهم الحاجه دي انت بتعملها ليه، مش مجرد ان انت بتعملها وخلاص. فالكام فيديو جايين دول احتاج من حضرتك ان انت تركز جامد جامد قوي قوي قوي، وتحاول تستوعب وتفهم وتقف عند كل حته انت مش فاهمها انا بقولها. طيب، في شغلك الطبيعي في شركات، في اي شركه انت هتشتغل فيها او اي حاجه انت هتعملها، يعني مش هتستخدم فيوتشر بيلدر عشان تبدا تعمل ريكوست لاي بي اي وتجيت الداتا وتبدا ان انت تعرضها على اليو اي. مش هنستخدم الويدجت دي، انت فاهم؟ طيب، انت محتاج ان انت تروح لباكج خارجيه تبدا ان انت تستخدمها عشان تهندل لك موضوع الستيت مانجمنت. وهنا يجي النقطه اللي انا ما كنتش عايز اتكلم عنها في البدايه، كنت عايز ابسط لك الموضوع بس وتفهم الكونسبت، وبعد كده اخدك لنقطه ان احنا نبدا نستخدم ستيت مانجمنت في ان احنا نعرض او نعمل الريكوستات بتاعتنا. طيب، ليه هلجا للحل ده، او ليه هروح للستيت مانجمنت؟ ليه الفيتشر بيلدر او ليه الحاجات البيلت ان اللي هي زي السيت ستيت والحاجات دي كلها اللي موجوده في دارت مش كافيه، او في لاتر اقصد مش كافيه ان هي تهندل لي الموضوع ده؟ في الحقيقه كافيه جدا جدا جدا، وانا مجاوب على السؤال ده في بلاي ليست كامله مكونه من حوالي 7 فيديوهات بتكلم فيها عن الستيت مانجمنت بدون استخدام اي باكج، بدون ما اعمل اي حاجه خالص. كنت بشرح فيها او بتكلم فيها عن الست ستيت والانهيرتد ويدجت والانهيرتد نوتيفاير والانهيرتد موديل والحاجات دي كلها. فشرحت وكلمت وحرقت في ده كتير جدا جدا جدا. لو عايز تبص على البلاي ليست دي، هي طويله شويه، ممكن توصل لحد 3 4 ساعات، بس هي واحده من اهم الحاجات اللي انا عملتها، او من اهم الكونتنت اللي طلع مني يعني، وراح ظهر على اليوتيوب. فممكن تروح تتفرج على البلاي ليست دي وتبدا ان انت تعرف الحاجات دي هتاثر معاك في ايه، او ليه انت مش هتكون قادر بسهوله او بمرونه ان انت تبدا تعمل ريكوستات وتجيت الداتا وتعرضها، او ايا كان هتعمل الريكوست كان بوست ولا جيت ولا ديليت ولا بوت، ايا كان نوع الريكوست اللي انت تعمله. فانت هتفهم انا بقول ده ليه لما تروح تتفرج على السبع فيديوهات دول. فاختصارا لوقت حضرتك طبعا، لو انت مش فاضي ان انت تروح تتفرج على الفيديوهات دي، احنا هنبدا ان احنا نتعامل مع ستيت مانجمنت خارجيه زي مثلا البلوك، او زي ريفربود، او زي بروفايدر، او زي ايا كان الستيت، او جيتكس، او ايا كان يعني. فاحنا هنختار بلوك او كيوبيت لانه الاكثر شيوعا والاكثر استخداما، وهو واحد من اهم الحاجات او اهم المفاهيم اللي انت لازم تكون عارفها يعني عشان تبدا تشتغل او تنخرط يعني في سوق العمل. تمام؟ طيب، هنروح نجيب الباكج بتاعت فلاتر بلوك. تمام، انا هكتب هنا في السيرش فلاتر بلوك بالشكل ده. طيب، ظهر لنا في السيرش الباكج بتاعت فلاتر بلوك. ممكن تروح تسرش وتجيب الباكج من السيرش، تخش على بلوك دوت ديف وبعد كده تسرش على فلاتر بلوك، هتلاقي الباكج ظهرت لك في الريزلتس يعني. طيب، دي الباكج واخده 2.8 مليون تحميل، يعني داخل على 3 مليون تحميل اهو، و7000 لايك، 7600 لايك. ففي ارقام كبيره قوي. الباكج دي محبوبه جدا جدا جدا، حتى هي فلاتر فيفورت، واخده البادج بتاع فلاتر فيفورت. تمام، هاخد الباكج دي كوبي وهروح على الجزء بتاع الباب سبيك دوت يامل. هبدا ان انا اضيف الباكج دي في الفايل بتاع الباب سبيك دوت يامل. تمام، هاجي هنا تحت دي واروح ضايف الباكج بتاعت فلاتر بلوك. قشطه قشطه. طيب، تعالوا نروح هنا نعمل كيوبيت جديد في اكستنشن انا بستخدمها اسمها فلاتر بلوك، اسمها بلوك، متهيألي تقريبا اسمها بلوك. الباكج الاكستنشن دي اسمها بلوك. بتبدا ان انت لما تيجي تدوس على فولدر مثلا زي الليف فولدر ده، تيجي تدوس كليك يمين، هيظهر لك هنا اختصار ان انت تكريت بلوك او ان انت تكريت كيوبيت. تمام، انا البلاي ليست دي مش هشرح فيها كيوبيت، انت المفروض ان انت عارف يعني ايه كيوبيت، وعارف ان انت بتعرف تستخدمه يعني. ولو ما تعرفش ده ممكن تدور على بلاي ليست تكون بتشرح الكيوبيت. تمام، انا هبدا ان انا اعمل كيوبيت، هسميه مثلا هوم كيوبيت، بلاش هوم، ممكن نسميه برودكت صح، برودكتس بالشكل ده. تمام، وهدوس مش لازم تكتب لي برودكتس. تمام، وهدوس انتر، واول ما هدوس انتر هيبدا ان هو يكريت لي كيوبيت. هنا الكيوبيت بقى اسمه برودكتس كيوبيت باي ديفولت، يعني هي بتضيف كلمه كيوبيت الاندرسكور وكلمه كيوبيت يعني. تمام، طيب انا هشيل الامبورتس دي وابدا ان انا اعمل امبورت الفلاتر بلوك. احنا مش مستخدمين البلوك باكج يعني، مش مستخدمين البلوك بتاع دارت يعني، احنا مستخدمين الفلاتر بلوك العادي. قشطه. طيب، وتعالى هنا برضو نعمل امبورت للاميوتابل دي. طيب، عملنا امبورت. تعالى بقى نروح على
الجزء بتاع الكود اللي احنا كنا كاتبينه المره اللي فاتت، دي البرودكت كارت اللي كنا بنعرض فيها البرودكتس بتاعتنا او كنا بنمثل عليها البرودكتس بتاعتنا. دلوقتي انا هاخد نفس الفانكشن بتاع الجيت البرودكتس دي، بدل ما هي هنا هروح على الكيوبيت وابدا ان انا اريكوست جوه الكيوبيت. يعني هعمل نفس الفانكشن خدتها هنا اهي، نفس الفانكشن زي ما هي اسمها جيت ريسبونس جيت برودكتس، بتبدا ان هي تعمل ريكوست وتجيت البرودكتس بتاعتنا وبتريتيرن ريسبونس. ولكن هنا في حالتنا هي مش هتريتيرن ريسبونس ولا هتريتيرن اي حاجه، هي مجرد ما هتعمل الريكوست هتبدا ان هي تبعت للسكرين او تبعت لليو اي تقول له والله انا جبت البرودكتس، خد البرودكتس وابدا ان انت اعرضها. طب هتعمل الكلام ده ازاي؟ المفروض ان احنا نعمل ستيتس تمثل الايه الستيتس بتاعت. طيب هو بدا ان هو يعملهم لنا اهو، اللودنج، وعايزين سكسس لودد اللي هي الليست اوف برودكت موديل. هتبدا تاخد الليسته بتاعه البرودكتس موديل. انا بعمل ايه؟ انا بعمل ستيتس. هتبدا ان الكيوبيت او البلوك هو ستيت امتر، يعني هو بياخد او بتعمل حاجه معينه او بتنفذ كومبيتيشن او فانكشناليتي معينه، وعلى اساسه بتبدا تنبه اليو اي تقول له والله دلوقتي في لودنج، دلوقتي في فيلير، او دلوقتي في سكسس، وهكذا. فانا عملت الستيتس اللي بتمثل الحاجات اللي بتتبعت لليو اي، زي الانيشال ستيت لما كان البلوك لسه في حاله الانيشال مفيش اي حاجه حصلت، اللودنج لو في عقبال لما انا اروح للسيرفر وابدا ان انا جيت البرودكتس والكلام ده كله فبياخد وقت، فانا ببعت لليو اي بقول له والله في لودنج دلوقتي. لو البرودكتس لودد يعني البرودكتس اتحملت او جت من السيرفر ببدا ان انا ارجع له البرودكتس دي، ممكن نسميها سكسس. انا بحب اسميها سكسس بصراحه بالشكل ده. ممكن نعمل هنا كمان اللهم صل على سيدنا محمد الفيلير او الجزئيه بتاعت الفشل لو الريكوست فشل، ودي هنتكلم عنها الفيديو الجاي. الفيديو الجاي ده واحد من اهم الفيديوهات اللي هتنزل، ان لم يكن اهم فيديو هينزل على التشانل دي ككل يعني. تمام. طيب هنروح على الكيوبيت ونبدا ان احنا نبعت الستيتس دي على اساس الجزء ده. طيب انا هنا اول لما هاجي اكول الفانكشن اللي اسمها جيت برودكتس دي، هبدا ان انا اكول، انا بقيت اعرف اقفله دلوقتي خلاص، عقدتي اتحلت. ايه نسيت. طيب تعالى هنا، بسم الله، والله كنت بعرف، والله العظيم كنت بعرف، اقسم بالله كنت بعرف. طيب غالبا البلاي ليست محتواها ان انا مش عارف اقفل الكوبايلوت. تمام. وبجد والله مش بهزر، الموضوع بقى اللي هو كانت هنا متهيألي هنا كان هنا كنت بتروح على الاوبن منيو ايوه ديسيبل ايه الكومبليشن بتاعته دي. تمام. طيب هاجي هنا اول لما هكول الفانكشن بتاعت الجيت البرودكتس دي، اول لما اخش على السكرينه دي هبدا ان انا ريكوست او اكول الفانكشن اللي اسمها جيت برودكتس دي. فهيبدا ان هو ياخد شويه وقت عقبال ما يروح للسيرفر ويقول له والله انا عايز البرودكتس، وابدا ان انت افهم الريكوست بتاعي وابدا ان انت بصيلي البرودكتس عشان اخدها اوديها للكلاينت او يرجعها لنا احنا. ففي لودنج، في وقت بيتاخد في اللودنج يعني. فانا هبدا ان انا هقيمت هنا ايه البرودكتس لودنج ستيت. دلوقتي في لودنج، او لما تروح تعمل اوبجكت من ديو وبعد كده تريكوست الاي بي اي وتجيت الداتا، هتبدا ان انت تقيمت برودكتس سكسس ستيت بالشكل ده. وعايزين نروح ناخد الفورمولا بس اللي احنا كنا بنستخدمها عشان نعرض الداتا يعني. نفس الكلام ده كله بدل ما كان هنا اهو، لا انا هشيل الكلام ده كله مش محتاجه، هروح احطه في الكيوبيت بالشكل ده. هروح احط الكلام ده كله في الكيوبيت. تمام. الريسبونس هو الريسبونس معانا على طول، هتعمل لي دايناميك الداتا، وبعد كده هتعمل لسته من البرودكتس، وبعد كده هتخش على الداتا دي تاخد البرودكتس ليست، تبدا ان انت تماب كل اوبجكت منها وتحوله لبرودكت موديل وتبدا تضيفهم في الليسته دي. الكلام ده كله مشروح في الفيديو اللي فات. طيب لما تجي لك الداتا انا عايزك ان انت تبدا تبعت لي البرودكتس بتاعتي والدنيا تمام. قشطه قشطه. طيب انا كنت هتكلم على جزئيه الفيلير دي او حته ان الايرور يفشل الفيديو الجاي، ولكن هنخليها الفيديو الجاي برضه. انا مش هضيف الستيت دي هنا الفيديو الجاي عشان اهم فيديو في البلاي ليست دي، اهم فيديو انا هنزله او اهم فيديو الشخص اللي قدامكم ده بيتكلم فيه هو الفيديو الجاي. فاتفرج على الفيديو الجاي ده لانه مهم مهم مهم، شغل كويس يعني. تمام. طيب وهبدا ان انا فوق الهوم فيو دي اللي هي موجوده في الماتيريال اب، هبدا ان انا ابروفايد الكيوبيت بتاعي. اجي اقول له والله بلوك بروفايدر، وهاجي ابصيله هنا البرودكتس كيوبيت. انا كده ببروفايد او بعمل اوبجكت من البرودكتس كيوبيت بحطه فوق السكرينه بتاعت الايه الهوم دي. تمام. واول لما تعمل الاوبجكت وخلاص عملت الاوبجكت، انا عايزك تستخدم الدوت دوت دي وتقول له جيت البرودكتس بتاعتنا. تمام. يعني اول ما هيروح يعمل الاوبجكت اوتوماتيك كده، اول لما السكرينه دي
تتبني او قبل ما تتبني هيبدا ان هو يروح يكريت الاوبجكت بتاع الكيوبيت ده ويبدا ان هو يريكوست الاي بي اي. كل ده والسكرينه بتتبني عادي وبتظهر ومفيش اي حاجه، فاهم؟ تمام. طيب في الهوم فيو هنا بدل ما بنستخدم الفيوتشر بيلدر والكلام ده كله، لا انا عايز اخد الجزء ده بس كده اهو، وعايزين نشيل كل الكلام اللي في البادي ده، مش محتاجين اي حاجه من دول، وعايزين نبدا نعمل بلوك بيلدر. هو انا مش طفيتك يا جدع؟ والله والله طفيتك، يا حول الله يا رب. ما انا قلت لك ديسيبل والله. اهو اخترت الاوبشن اهو، دوست عليه والله. طيب ما علينا. بلوك بيلدر هبدا ان انا اخد البرودكت كيوت، وعايز البرودكت ستيت. تمام. التايب بتاعي بحدد له التايب بس بتاع البلوك بيلدر ده. وظيفه البلوك بيلدر ايه عشان ما اتكلمناش عليه؟ هو مجرد هيلسن على التغيرات اللي بتحصل جوه الكيوبيت، ويبدا ان هو يبيلد اليو اي او عن طريق البيلدر ميثود دي بتاخد كونتكست والستيت اللي جايه لي. احنا قلنا ان الكيوبيت ببساطه ببدا ان انا ابعت لليو اي كل شويه اقول لها والله في لودنج دلوقتي، في فيلير دلوقتي، في سكسس وخد الداتا دلوقتي، وهكذا. فالبلوك بيلدر هو بيلسن على الحاجات اللي جايه له من الكيوبيت دي، وعلى اساسه بيبدا يرجع لك ستيت. الستيت اللي جايه دي على اساسها بتبدا ترجع الايه، تتشيك عليها. مثلا يعني لو كانت اف الستيت دي از برودكت لودنج، لو كان في لودنج دلوقتي، فانا عايزك تريتيرن في اليو اي دي ترجع لي سيركلر بروجريس انديكيتور بالشكل ده. طيب else if لو كانت الستيت، احنا قلنا عندنا 3 ستيتس صح؟ عندنا اللودنج وعندنا السكسس وعندنا الفيلير. هو مش هيبقى فيه انيشال لان اول ما الكيوبيت يشتغل هيبدا ان هو يعمل ريكوست على طول، فمش هيبقى الكيوبيت مش هياخد الانيشال ستيت كتير يعني. تمام. طيب الستيت از، لو كانت الستيت از برودكت سكسس، فانا عايزك تريتير اللهم صل على سيدنا محمد الكلام ده كله. طيب البرودكتس دي هجيبها منين؟ هجيبها من الستيت. انا باعت هنا في الكيوبيت، باعت له بقول له برودكت سكسس وخد الليسته بتاعت البرودكتس مع الستيت. يعني انا ببعت بقيمه اوبجكت كده، انت فاهم؟ الاوبجكت ده بيبقى شايل برودكتس ليست، فانا هاخد البرودكتس ليست دي عن طريق الاوبجكت اللي راجع لي. تمام. هاجي اقول له ستيت دوت برودكتس بالشكل ده دوت لينس. نفس الكلام هنا، بدل ما اجي اقول له، او ممكن اجي اقول له ستيت دوت برودكتس بالشكل ده. قشطه. طيب إلس بقى غير كده ممكن نيجي نقول له إلس اف برضه هنا. تمام. ثواني. إلس اف لو كانت الستيت از برودكت فيلير، فانا عايزك ان انت ترجع لي لو في ايرور مسج مثلا جاي او الريكوست فشل بسبب حاجه معينه نتكلم عنها الفيديو الجاي، عايزين نرجع مسج اللي رجع لي من الريكوست. غير كده رجع لي كونتينر وهتبقى الدنيا كلها تمام. طيب قشطه. طيب سيفنا والدنيا تمام، وراح عمل نفس الريكوست وجاب الداتا وبدا ان هو يعرضها لي. تعال نريستارت. بدا ان هو يعمل الاوبجكت بتاع الكيوبيت، وبعد كده بدا ان هو يقيمت اللودنج، شويه من اللودنج بعد كده سكسس وظهر الداتا. ده نفس الكلام اللي احنا كنا بنعمله بالفيتشر بيلدر، لا دلوقتي بقينا نعمله بكيوبيت، ودلوقتي معانا سكيلابيلتي ان احنا نتوسع في حاجات كتير قوي، والدنيا هتبقى تمام ومظبوطه. لو عايز تعرف اكتر ممكن تروح للبلاي ليست بتاعه الستيت مانجمنت، تعرف الكونسبت بتاع الانهيرتد ويدجتس اصلا من الاول يعني. تمام. طيب الفيديو الجاي هو اهم فيديو في البلاي ليست، عايزك تتفرج عليه. قشطه.